بيتكوين، دوج، ايثيريوم، دي كلها اسماء عملات مشفره. تفتكر هيجي اليوم اللي تكون بدل فلوس الورق او هتكون مدخل الاستثمار اللي هيخليك مليونير؟ في الفيديو ده هقول لك كل الحاجات على العملات المشفره. العملات المشفره ممكن تغير قواعد اللعبه في العالم كله. الكريبتو هو سوق اونلاين بيضم عملات الكترونيه مشفره بتستخدم تكنولوجيا اسمها البلوك تشين، بتكون معقده جدا وصعب تزويرها. العملات دي مش ماديه زي الفلوس اللي نعرفها، يعني ما تقدرش تمسكها في ايدك، ومش بتحتاج لبنوك او وسطه لان التعامل بيها بيكون بشكل مباشر ما بين الاشخاص، وده من خلال الشبكه اللي بتستخدمها. طب ايه هي اشهر العملات المشفره؟ البيتكوين ظهرت سنه 2009 ودي اول واشهر واغلى عمله. في مايو 2016 كنت تقدر تشتري بيتكوين واحده بسعر $500. السنه دي وصل تقريبا ثمنها لحد $70,000، يعني نسبه نموها حوالي 13,000%. اما الايثيريوم دي تاني اشهر العملات الرقميه. في 2016 كنت تقدر تشتري عمله واحده منها ب $11، دلوقتي سعرها وصل لاكثر من $3,700، يعني زادت حوالي 34,000%. اما الباينانس اكبر منافس لعمله الايثيريوم، ورغم ان باينانس ظهرت متاخر مقارنه بالعملات الثانيه لكنها بقت خامس اكبر عمله مشفره من حيث القيمه السوقيه، واكثر العملات البديله الناجحه خلال ال5 سنين اللي فاتوا. وفي كمان عملات ما حققتش اي معدلات للنمو زي ريبل ولايت كوين شبه البيتكوين، لكنها اسرع في تحويل العملات ما بين الحسابات. ايه الفرق ما بين العملات المشفره والرقميه؟ العملات الرقميه الدول قررت تشتغل بيها زي اليوان الصيني والدولار الرقمي، ودي ظهرت مع انتشار الدفع الالكتروني بين الافراد والشركات، وتقدر تستخدمها من غير ما تفتح حساب بنكي. بس في الاخر العملات المشفره والرقميه بيقدموا نفس الخدمه، وهي تحويل الاموال بتكلفه رخيصه. بعض الدول بدات تستثمر في العملات المشفره، وده لانها شايفه فيها فرص لتطوير الاقتصاد الرقمي بتاعها. التكنولوجيا ورا العملات دي زي البلوك تشين ممكن تساهم في تحسين الشفافيه وتقلل التكاليف في التعاملات الماليه، وكمان في ناس بتعتبرها استثمار مستقبلي مهم. لكن حتى الان مصر مش مطبقه قانون الاستثمار فيها، ويعتبر الاتجار فيها جريمه يعاقب عليها القانون. طيب لو انت عايش بقى بره مصر وقررت تستثمر في العملات المشفره، لازم تبقى عارف قوانين البلد اللي انت عايش فيها الاول. هل بتسمح بالتداول فيها ولا لا؟ ولازم تبقى فاهم كويس تكنولوجيا البلوك تشين ازاي بتشتغل. ولازم برضو تبقى عارف ان التداول فيها بيعرض فلوسك لمخاطر كبيره جدا، لان سوقها متقلب جدا، وفي عملات انهارت بعد ما كانت بتكسب بشكل كبير زي FTX والبلوك فاي. ضروري تحلل السوق كويس، وده قبل ما تاخد اي قرار استثماري، ووزع استثماراتك على عدد من العملات علشان تقلل المخاطر، لان في النهايه هيفضل مستقبل العملات المشفره غامض ومثير للاهتمام في نفس الوقت.